هي صراحة أنا ما كنتش متفاجئ من رد فعل الجمهور الجزائري، لأنه رأي الجمهور الجزائري واضح وأنا نحترمه، ما عندي حتى إشكال مع رأي الجمهور الجزائري. ولكن هذا لا يعني أن رأي الجمهور الجزائري هو الصحيح وآراء البقية خاطئة، بما فيها رأيي أنا ورأي الزميل حفيظ دراجي. حفيظ دراجي حسب رأيي أعطى الحقيقة كما هي بدون مجاملة وبدون تزييف وبدون تزيين. احنا في الجزائر عندنا مشكلة مع الحقيقة. الآن هذا ناخب وطني، حفيظ دراجي تحدث عن الناخب الوطني، انتقد الناخب الوطني، خيارات الناخب الوطني، لم يتحدث عن شخص جمال بالماضي. وحتى نحن حين نتحدث عن المنتخب الوطني الجزائري وعن الناخب الوطني الجزائري الذي نكن له كل احترام كشخص، ولكن كمدرب أيضا نكن له كل احترام، لكن هذا لا يعني أنه بمنأى عن الانتقادات. هو شخصية عامة، هو مدرب منتخب وطني اسمه الجزائر. أنا جزائري حتى ولو لم أكن صحفيا، كمناصر جزائري، كعاشق جزائري للمنتخب الوطني الجزائري، من حقي أن أبدي رأيي متى كان إبداء الآراء عيبا أو عارا. هذه حرية التعبير. احنا فقط في الجزائر الشعب عاطفي، شعب عاطفي يبالغ في عشقه للمنتخب الوطني، يبالغ أيضا في عشقه للناخب الوطني. لا يجب أن نقدس الأشخاص على حساب المنتخب. صحيح أنه جلب كأس إفريقيا، كانت له نسبة كبيرة، كان له الفضل الأكبر في التتويج بكأس إفريقيا في مصر عام 2019. بعدها أخفق إخفاقين كبيرين متتاليين لم يفصل بينهما أكثر من شهرين. الخروج المذل، أنا أعتبره خروجا مذلا من الدور الأول اللي كان 2022 أمام سيراليون، أمام غينيا. لم نخرج من مجموعة الموت. تقريبا الكوديفوار كان المنتخب الوحيد القوي في مجموعتنا، كنا نستطيع أن نتأهل إلى الدور الثاني بسهولة. ليست سيراليون أو غينيا من تستطيع الفوز على المنتخب الوطني الجزائري، لذلك كان الخروج خيبة أمل كبيرة وكبيرة جدا. بعدها بشهرين وخصوصا بعد الفوز في الكاميرون آمالنا بلغت السقف، واعتقدنا لوهلة أننا قد تأهلنا رسميا إلى مونديال قطر 2022، لكن للأسف أرض الواقع كان لها رأي آخر. شاهدنا كيف خسرنا هذا التأهل في 10 ثواني أخيرة من المباراة بسذاجة كبيرة. كانت الكثير من الخيارات حسب رأيي المتواضع التي قام بها الناخب الوطني خاطئة في ذلك اللقاء. أنا لم أفهم إلى يومنا هذا لماذا اعتمد على 5 مدافعين ونحن نستقبل في أرضنا وبين جماهيرنا وفائزون في لقاء الذهاب.